السيناريو اللي حصل ده يا ابو الكباتن واحد من اعظم السيناريوهات اللي حصلت في تاريخ كرة القدم. الواحد مش مصدق نفسه وانت بتتفرج على ماتش الاهلي في الدوري المصري. كان في الناحية التانية في الدوري السعودي ماتش تاريخي بين اهلي جدة السعودي وبين الهلال السعودي. الهلال السعودي سجل بدل الهدف هدف واثنين وثلاثة الدقيقة 80 والنتيجة 3-0 لصالح الهلال السعودي بنتيجة كارثية واكتساح هلالي وحاجة يعني بص فوق العظمة بشويتين ثلاثة. عشان نتفاجئ بقى ان في الدقيقة 80 للدقيقة 90 في 10 دقايق اهلي جدة السعودي بيصنع المعجزة، بيسجل الاول وبيرجع يسجل الثاني وبيرجع يسجل الثالث عشان يحصل رومونتادا تاريخية في 10 دقايق 3 اهداف والنتيجة من 3-0 للهلال السعودي ل 3-3. الدوري السعودي يا جدعان بقى في حتة تانية خالص. انت لما تشوف اصلا المحترفين اللي موجودين في كل فرقة ده ايه ده الدوري الانجليزي لايت ده ولا ايه؟ حاجة خيال بجد. فعلا هتصرف هتلاقي. الناس اللي كانت بتقول لك النادي الاهلي جاب نجوم كتير فعشان كده مستوى الفريق تراجع، طب بذمتكم الهلال ده بالنجوم اللي فيه مستواه ما بيتراجعش ليه؟ يا جدعان الموضوع كله في ثقافة وعقلية اللاعب المصري. اقسم بالله الهلال السعودي واهلي جدة السعودي والاندية السعودية والدوري السعودي رايح في حتة بعيدة جدا، بعيد عن كل الاندية وعن كل الدوريات اللي بتنافس في المنطقة بتاعتنا. وخلال 5 6 سنين الدوري السعودي ده هيتحط في مكانه يعني توب 6 مثلا في الدوريات في العالم كله. فبصراحه يعني شابوه للسعوديه وشابوه لصندوق الاستثمار السعودي وشابوه للخطوات اللي بتحصل. انت حرفيا دلوقتي الماتشات القمه في الدوري السعودي ما تقلش متعه واثاره عن الماتشات اللي بتحصل في الدوري الانجليزي. عظمه عظمه عظمه.